بجد ايه الشكل المهزأ ده بجد يعني؟ لا شكل ولا اداء ولا روح ولا نتيجة ولا اي حاجة ولا حول ولا قوة الا بالله. قطاع ناشئين عايزين قطاع ناشئين. لعيبة بدلة عايزين لهم اصلا لعيبة بدلة. انت مش فاهم بجد في ايه، دي لعيبة اصلا كلها عايزة تتفور. يعني انا مش فاهم برضو، انت عندك اللاعب اللي جاب فينا جونين يعتبر من قطاع الناشئين بتاعنا ومش معرفش مشي. راح التشيك ولا راح معرفش فين ورجع تاني. طب اللعيبه دي طيب طالما هي كويسه كده ليه ما بتاخدش فرصه بدل شويه العاهات اللي انتوا بتلعبوها دي؟ يعني عايز افهم يعني بجد، ولا هي دايره سبوبه ولا دايره ايه بالظبط يعني؟ محتاج فعلا قطاع الناشئين ده محتاج يتفور. انت ما عندكش حد عدل واحد ولا اتنين؟ عندك عمر سيد معوض كان ليه كذا لمسه وكده، وحتى محمد عبد الله اللي يعتبر كنا بنقول عليه كويس الشوط الاول تعبان. عندك لعيبه محتاجه تمشي، تمشي بقى جراديشار، تمشي شريف، تمشي العيش، تمشي طاهر. احنا والله العظيم الواحد اتخنق بجد يعني. كفايه قرف بقى وكفايه زفت يعني. مفيش الا كره واحده اللي عملتها طول الماتش، باقي الماتش عيان. مفيش اللي هي اجتهادات فرديه من حسين الشحاته ما نزل، وطرد ملهوش اي تلاتة لازمه. يعني انت سيب الكره في نص الملعب، يعني انت لازم تقوم داخل دايس عليه يعني تطرد. بس هي الفرقه كانت ناقصه يعني، وتلعب وقت اضافي وكده كده اصلا عندك الدفاع تعبان، فتزود التيم بله يعني زي ما بيتقال. فبجد اللوم مش على يستروب، اللوم على الإدارة. اللوم انك مش عارف توفر لعيبة كويسة. انت محتاج تجيب لعيبة كتير حرفيا. دفاع بقى محتاج تجيب، هجوم محتاج تجيب لعيبة باكات كويسة. يعني الواحد اتخانق بجد يعني. كل ده من النادي الأهلي، النادي بس والجمهور. السلام عليكم.